السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي في كل مكان؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ طبعا احنا في فصل الشتاء، والطيور عندها برد واحنا كمان عندنا برد، واحنا عارفين ان الشتاء ده بيبقى كله برد في برد. طب نعمل ايه؟ انا عندي شوية فراخ او عندي شوية بط وجالهم برد. يعني مثلا كانوا محطوطين في مكان كده دافي وبعدين كبروا ونقلتهم في مكان واسع جالهم برد، او جالهم برد من غير ما احركهم من مكانهم خالص زي ما بجينا كده. نعمل ايه؟ هقولك على احلى مضاد حيوي، وهقولك ازاي تضيع البرد عندهم من غير ما تجيب اي علاج من عند البيطري، هيروح من عندهم على طول. حتى هم لو ما عندهمش برد ما بيعطسوش ولا اي حاجه، ممكن تعملي لهم الخلطه اللي احنا هنعملها مع بعض دي على طول. انا بعملها باستمرار سواء في برد سواء ما فيش برد، بعملها على طول لانها حلوه جدا، بتقتل السموم في بطن الطيور، بتقتل البكتيريا في بطن الطيور، بتحميهم من البرد والانفلونزا والكلام ده كله، بتمنع عنهم الامراض كمان. مضاد حيوي حلو جدا جدا جدا. جربيه ان شاء الله هتدعيلي. هنعمله مع بعض دلوقتي وهنروح نحطه للفراخ مع بعض. انت هتجيبي بصل، تجيبي شفشق الخلاط وبصل عادي بتاع المطبخ بتاعك اهو زي ما انت شايفه كده، وهتقطعي كده ايه البصل في الخلاط اهو، بصلتين 3 4 بقى على قد الكميه اللي انت عايزه تعمليها. وفي توم، راس توم اهي بقشرها زي ما هي كده، ما تقشرهاش اهي، راس التوم بقشرها زي ما هي كده. وعايزين بقى ليمون، ويستحسن يكون ليمون من الاخضر، لو ما عندكيش ليمون اخضر خلاص حط اصفر مش مشكله، بس الليمون الاخضر ده بتبقى ريحته قويه بتبقى حلوه. حتى انا لما بعمل ليمون سخن ليا عشان البرد بحب اعمل من الليمون الاخضر ده. هتقطعي كده 3 4 ليمونات كده، الليمون حلو كتري منه. هتقطعي كل الكلام ده في الخلاط كده. خلطة حلوة جدا جدا، انا طول السنة بعملها لطيوري من غير ما يبقى عندهم برد ولا اي حاجة خالص كده، واقي من الامراض وكل حاجة. قطعت كده البصل والليمون وحطيت التوم. هنجيب حاجة كمان معانا بقى دلوقتي، هاتي كده ايه قيمة نص كوباية خل عادي من اللي عندك في المطبخ. انت ما اشتريتيش اي حاجة من بره وما جبتيش اي حاجة من بره، وكل حاجة من عندك من المطبخ بتاعك. حطي بقى عليها المية، يعني ما تمليش الشفشق على اخره، اكتر من نص شوية او النص عشان يبقى مركز وحلو. واضربيه في الخلاط، هضربه في الخلاط وارجع لكم. بصي يا ستي بقى، بعد ما ضربته في الخلاط هجيب مصفى كده، واجيب اي بلاستيكه او اي بوله عندي كده، وابتدي ان انا اصفيه بالشكل ده اهو اهو. بيصفى معايا بكل سهوله. صفيه بالشكل ده عشان عايزين ناخد الميه ما يكونش فيها التفل ده. وبرده مش هنرمي التفل ده، اوعي ترميه، هقول لك برده هتعملي بيه ايه. بصي زي ما تكوني عامله ليمون لك، بصي الريحه لوحدها، ريحه البصل والثوم والليمون دي لوحدها في المكان عند الطيور بصي بتمنع اي امراض، بتبقى ريحه حلوه قوي 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 جميله ما شاء الله لوحدها اصلا كده من غير ما تحط حاجه. كفيله ان هي ما تخليش اي فيروس ولا اي حاجه عند طيورك في المكان. انا بعمل الخلطه دي للبط وللفراخ والحمام، كل انواع الطيور كبير وصغير، ما هيش مضره لاي نوع من انواع الطيور سواء كبير او صغير او بط او فراخ بلدي او فراخ بيضه. يا سلام بتبقى ممتازه للفراخ البيض. طول ما بربي فراخ بيضه بعمل لهم الخلطه دي، حلوه جدا جدا جميله. بصي انا صفيته اهو. هاخد بقى التفل ده وهرميه قدام الفراخ ياكلوه، هحطه قدام الفراخ ينقروا فيه كده وياكلوه، حلو جدا جدا تمام. والميه بقى اللي انا صفيتها ديت هعباها في ازازه وهاخدها معايا فوق، ويلا بينا عشان اقول لكم هنستعملها ازاي. بعد ما ضربته في الخلاط وصفيته معاكم كده هقول لكم بقى نستعمله ازاي. بصي انت هتطلعي عند البط او الفراخ بتاعتك او الفراخ البيضه او اي حاجه انت عايزه تحط لها، طبعا مش هتحط لهم الاكل الاول، هتحط لهم الميه الاول، وهيكونوا الميه متشاله من قدامهم من بالليل عشان يشربوا كتير. بصي انا عبيته في الازازه بصي خام اهو جميل. هتني احط منه كده ايه قيمه كوبايه كبيره كده في الميه اهي بصي، وهبتدي ان انا احط عليها الميه واسيب بقى ايه البط والفراخ تشرب منها بقى لما تشبع. بصي
هزود كمان شويه، لان هو اصلا يعني كتره مش مضر، ده حلو جدا وجميل جدا، وزي ما قلتلك بيقتل اي بكتيريا في بطن الفراخ، بيمنع السموم، بيمنع البرد، بيمنع الاسهال، مضاد حيوي، طارد للسموم، مقوي للمناعه، حلو جدا 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 لكل حاجه. بصي اللي انا التفل اللي انا خدته منه، اللي هو القشر بتاع الخلاصه بتاعه التوم والبصل والليمون. هقولك هعمل فيه ايه. انا جبت العلف اللي انا هحطه للفراخ اهو. بصي العلف بتاعي اللي انا هاكل منه الفراخ، وهاخد شويه بصي من الخليط بتاعي ده كده، وهبتدي ان انا ادعكها في العلف. بصي اهو، ادعكيها كده في العلف جامد كده اهو. غلفي بيها العلف ده، غلفي بيها العلف ده قبل ما تحطوه لهم في العلافه بتاعتهم، علشان ياكلوه مع حب العليقه دي. بصي انا بحط كل حاجه قدامك وبعمل كل حاجه قدامك اهو، على الطبيعه لطيور. وزي ما قلت لكم في كل فيديوهاتي ان انا بعمل كل حاجه عملي، بعمل كل حاجه عملي على طيوري قدامكم. يعني ما باجيش اكلمكم عن حاجه غير لما بكون مجرباها على الطيور بتاعتي وعاملاها للطيور بتاعتي. ما باجيش اقول لكم اعملوا كذا او خلوا كذا وخلاص وامشي، لا، انا بجيب الحاجه اللي انا بكلمكم فيها وبعملها قدامكم وبحطها لطيور قدامكم وانتوا معايا على الطبيعه كده ايه مباشر، عشان اعرفكم ان الحاجات ديت انا بطبقها على طيوري قبل ما اكلمكم عليها، وان الحاجات ديت مش بتكلم عنها وخلاص، لا، بالفعل انا ماشيه بيها. اي خلطه بعملها وبكلمكم عليها انا ماشيه بيها لطيوري، طيور كبيره، طيور صغيره، بط كبير، بط صغير، حمام، فراخ بيضه، اي انواع من انواع الطيور. اي خلطه بعملها بكون مطبقاها قدامكم عملي عشان تشوفوا ان انا اللي بقوله بعمله لطيوري. زي ما انتم شايفين البط والفراخ نزلوا على الاكل، زي ما انتم شايفين نزلوا اكل فيها اهو. بصي هما كده بياكلوا العلف مع الخلطه اللي انا عملتها لهم، اللي هي قشر الليمون وقشر البصل وقشر الثوم. بصي دي حاجه رهيبه، هتدخلي المكان اصلا اول لما تحطي كده الحاجه هتشم الريحه طالعه في المكان. بصي اهو بيشربوا بالميه اهوت، يعني معاكي ساعه واحده او ساعتين بالكتير هتلاقي الاكل ده خلصان والميه دي خلصانه تمام. هتحط لهم كل يوم مره، هتحط لهم كل يوم الصبح مره. طبعا هتبقي شايله الاكل والميه من قدامهم بالليل علشان يقوموا الصبح اول ما ياكلوا ويشربوا كده، ياكلوا ويشربوا كتير، الحاجه دي تعمل معاهم وتقضي على اي برد او اي اسهال او اي بكتيريا او اي حاجه عند الطيور. ولو هم ما عندهمش اي حاجه خالص مشي بالحاجات دي دايما، خليها وقايه، وقايه للطيور بتاعتك. زي ما بقول لك كده الوقايه خير من العلاج. يعني ما تستنيش لما يجي لهم برد، ما تستنيش لما يجي لهم اسهال، ما تستنيش لما الفرخه تتعب وتكش، ما تستنيش لما يجي لها ديدان. امشي بالوصفات دي، انت مش هتخسري حاجه لما تعمليها كده وتشيلي الوصفه في ازازه عندك كده ومرتين في الاسبوع او 3 مرات في الاسبوع كده وانت طالعه تاخديها وتحطي منها لطيورك. انت اللي هترتاحي مش هتتعبي. يعني طول ما الطيره عندك حلوه وصحتها حلوه ما بتتعبش، هتلاقيها بتكبر وبتزيد معاكي بسرعه، هتوفر عليكي اكل، هتوفر عليكي مجهود، هتوفر عليكي تعب، هتوفر عليكي علاج بتحوليه بالشيء الفلاني. احنا عارفين طبعا ان كل الادويه وكل العلاج بولعوا بقى بالشيء الفلاني، مش عايزين نوصل للمرحله ان احنا نضطر ان احنا نروح نجيب علاج من عند البيطري. خلينا ماشيين كده مع بعض بالحاجات الطبيعيه من بيتنا عشان تفضل طيورنا بصحه جيده وما نحتاجش ان احنا نجيب لهم اي حاجه من بره. وكمان انا ما بحبش ادي لطيوري علاج او حقن من بره، ما بحبش ادي لهم علاج وحقن كده واذبحهم واكلهم، بحس ان انا مش حلوين. انما لما احط لهم بصل، احط لهم توم، احط لهم خل، احط لهم، انا بحط لهم حاجات من اللي انا نفسي باكلها. يعني كل الحاجات دي احنا بنطبخ بيها وبنستعملها في الاكل بتاعنا، والليمون والثوم والبصل والكلام ده كله بنستعمله في مطبخنا اصلا واحنا اللي بناكله. فلما نحط لطيورنا نبقى عارفين ان دي حاجه نظيفه وحاجه حلوه، مهما كلوا منها ومهما شربوا منها ما تزعلناش. يعني لو انت هتحطيها لبط كبير وبعد ساعه واحده هتذبحي البط ده هتاكليه بنفس وانت ما انتش قلقانه ان هو واخد ادويه، ان هي واخد حقن كيماويات والكلام ده والقرف ده كله، لا، هتبقي مطمنه ان هو واخد حاجات من عندك من البيت، حاجات حلوه، حاجات صحيه، حاجات مفيده، مش هتزعلك في اي حاجه. يا رب اكون افدتكم النهارده
في الفيديو بتاعي ده، ويا رب تجربوا الخلطه بتاعتي دي وتستفيدوا منها. عايزاكي تقولي لي في الكومنتات ماشيه مع وصفاتي ولا لا. طبعا قناتي تنزل وصفات جميله جدا، مش هتخليكي تحتاجي ان انت تروحي لاي بيطري. لو مشيتي ورا الوصفات بتاعتي هتدعي لي. قولي لي في الكومنت ايه رايك. لو بتشوفي قناتي لاول مره اشتركي معايا فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير كتير. والمهم المفيد عند الطيور.